السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أحلى متتبعين، معكم مريم من قناة يوميات مريم. اليوم وصفتنا إن شاء الله البنات هو بغرير الشهدة اللي كيجي مخرج، كيجي ناجح 100%. هذا البغرير هذا غادي نقدمه لكم بدون دقيق وبدون سميد، غنقدمه لكم بالفينو. كيجي ناجح البنات وكيجي زوين وغينجح معكم من أول تجربة وبدون اختمار. يعني ما كنحتاجوش نخليوه يخمر، يعني غير كنخلطوه وكنطيبوه. خليكم ان شاء الله مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه البنات عندي 4 ديال الكؤوس ديال العنبه ديال الفينو نوعيه جيده كما كتشوفوا معايا. عندي 2 ساشيات ديال خميره الحلويات، عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه، وعندي نص معلقه ديال الملح. غنجيب هنا واحد البول وغادي نضيف ليه الماء دافي. بالنسبه للماء فانا عندي لتر ديال الماء. غنضيف ليه هنايا معلقه ديال الخميره ديال العجين، وغنضيف 2 كؤوس ديال الفينو. هادو هما المكونات اللي غنضيف في الاول. غنبقى نضيف الماء ونحرك هكا بالمعلقه بهذا الشكل باش المهم يندمجوا لي هاد العناصر الاولين. وغادي نجيب هنايا الخلاط الكهربائي او الباتور او اللي كان عندكم. غنضرب هنايا بالباتور مزيان، يعني نخلط مزيان. في هذه المرحله فانا كنطحن هذا الخليط مزيان مزيان مزيان. الخليط الاول كنطحنوه مزيان. بالنسبه هنايا فانا هذا الاناء جاني صغير وقلبته لهذا الاناء كبير باش نخدم على راحتي. صافي بعد ما خلطته مزيان كما قلت لكم ضروري كنطحنوه مزيان مزيان. في الاول كنضيف داك الماء اللي كان تبقى ليا، وكنضيف 2 كيسان ديال الفينو اللي بقاو ليا، كنضيف الملح، وكنوجد هاد الساشيه ديال الخميره حتى كنخلط وعاد كنضيفه. هاد الساشيات البنات 8 غرام في كل وحده. صافي البنات، وكنحاول عاوتاني نطرب مزيان، يعني نطرب هذوك المكونات يندمجوا ليا. وكنضيف هاد الخميره هاد الحلويات هي الاخيره. صافي غير كتندمج ليا ديك الخميره د الحلويات يعني مع المكونات، وكنطرب داكشي مزيان. وصافي هنايا في هذه المرحله ما كنطربش بحال المرحله الاولى. بالنسبه لهذا البغرير هذا كما قلت لكم فانا استعملت فيه لتر ديال الماء. حصلت على الخليط بهذا الشكل كما شفتوا معايا، ما كيكونش خاتر. انا ما كنديرش داك البغرير عاقد، كنديرو جاري شي شويه. كما شفتوا معايا راه غير كنخوي، ما كنحركش المقله. انا كنطيب دائما البغرير ديالي صغير، كيعجبني هكا يكون صغير ما يكونش كبير. نتوما الا بغيتو تكبروه كبروه. بالنسبه للبوطه ف يعني العافيه تكون ماشي مهيله بزاف وما تكونش مجهده بزاف، تكون بين وبين متوسطه. وكنطيب البغرير ديالي بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. الا شفتوا البنات داك ليطر ديال الماء جاكم قليل تزيدوا شويه، جاكم عاقد العجينه زعما عاقده زيدوا شويه، جاتكم جاريه زيدوا شي 2 معلقات ديال الفينو على حساب. لان الفينو شي مرات كيتشرب لينا وشي مرات كيجينا الخليط ديالنا هكايا جاري. كما شفتوا معايا فانا كنطيبو معاكم فكيجي ناجح، يعني غير خلطتو طيبتو راه ما خليتوش يختمر في مره. البنات شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله كيجي كله مخرج، كيجي ناجح وكيجي خفيف. وفي نفس الوقت ملي كناكلوه فهو ما كيضرنا ما حتى شي حاجه، لان ما فيهش الطحين وكيجي زوين بزاف بزاف. شوفوا معايا البنات هنا كنشارك معكم وحيدات على القرب، حيت كيكون البنات غير بالفينو. شوفوا اللوين ديالو كيفاش كيجي، يعني ما كنحتاجو نزيدو نضيفوا ليه حتى شي حاجه، فهو كيجي صفر كيجي زوين. حيت كاينين شي وحدين كيضيفوا ليه هكايا الخرقوم، ولكن لا داعي تضيفوا ليه حتى شي حاجه، فهو كيجي اللون ديالو زوين والشكل ديالو وحتى المذاق ديالو. راه كيحط البنات كميه كثيره هاد المقادير اللي عطيتكم، غير انا ما شاركتش معكم كل شيء. قدمته هنايا مع العسل ومع الزبده اللي مذابه. بالنسبه للزبده فتندوبها حتى كتولي بحال النوازيط باش كتعطيني واحد النكهه زوينه وكتواتى مع بغرير. انا حاولت البنات نعطيكم مقادير مضبوطه لا في الماء ولا في الفينو.
نتمنى ان شاء الله ينجح معكم من اول تجربه. فبزاف الاخوات ما كينجحش معاهم بغري، نتمنى هذا البغري هذا ينجح معاهم ان شاء الله بهاد المقادير هادو. صدقوني يا البنات راه كيجي غزال وكيجي ناجح، وبدون ما تخمروه ما حتى شي حاجه، يعني كتخلطوه وكطيبوه كيوجد معكم بسرعه. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش البنات بالدعم ديالكم، باللايك ديالكم، التعليق ديالكم اللي زوينين. مع السلامه، خليت لكم الراحه.